وعليه فلوس ما بيدفعهاش ومتداين كمان الفيفا واتحاد الكوره وخلافه. طيب تاني حاجه اتحاد الكوره نفس الحكايه، لو طبق سياسه اللعب المالي النظيف، او على الاقل مع نادي الزمالك يقول له ما فيش تأييد لعيبه الا ما تدفع اللي عليك بس. تليفونات بقى تشتغل، ابو ريده بقى اللي مظبط لنا الامور، تليفونات وبتاع، يوقف الزمالك والزمالك ما يعرفش يأيد اي لاعب والامور معاه تبوظ اكتر ما هي بايظه. هو بقى اللي موجه الامور. طب لجنه التحكيم، واتحاد الكوره، كان اتحاد الكوره ده او اللي فات، ما برضو اللي فات كان ماتش سموحه وبيراميدز، كان المفروض الماتش واللائحه تقول ان الماتش يتعاد، الماتش يتعاد وما اتعادش. تصدق ان هو ما اتعادش؟ عادوا اخر 10 دقائق بسبب كان في مشكله في حاجه كهربائيه. المفروض اللوائح او القوانين بتقول ان الماتش يتعاد من الاول، لا عادوا اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه، وكان سموحه ناقص منه لعيب وبيراميدز صمم ان هو يلعب بالطريقه دي مخالفه للائحه ولعبوا